تقريبا مباريات القسم الأول. وهنا لدينا التدخل خطأ من خارج المنطقة، هكذا يقول المساعد. ولكن كيف كانت هنا؟ أعتقد داخل ولا برا؟ داخل ولا برا؟ داخل ولا برا؟ الخطأ موجود، الخطأ موجود. داخل ولا برا عند المساعد الثاني. من داخل، من داخل على أوفولوسار في دفع واضح على، شوف هذه هي اللقطة أمامك، ولدينا على ما يبدو ركلة جزاء مشاهدينا. هي من ردة الفعل، قرار سليم، هكذا أثبتت الإعادة مشاهدينا الكرام. وأعتقد بأن الآن يأتي الاعتبار من لاعبي الطلبة في هذه الكرة. قرار يا أيوب يا أوديشو شاهدناه بالإعادة، كان قرارا سليما من المساعد الثاني. قال له ايش هي؟ قال له ركلة جزاء. خلاص ركلة جزاء هكذا يراها. ولكن خلوني افسرها، اللي تابعنا اليوم خلوني افسرها. اقول لك شغله وهذه تحتاج ملاحظه، صح معاي لان اللي راح اقوله مهم. اولا المساعد الثاني لم يراها داخل منطقة الجزاء، بل رأى خطأ. واحد يقول شلون عرفت؟ في قانون كرة القدم المساعد ان رأى ركلة جزاء فإنه على طول يذهب إلى الزاوية الركنية. حلو، هو لم يذهب، فقط أشار بوجود خطأ. حكم المباراة رأى بأنها داخل منطقة الجزاء ولكنه لم يحتسب الخطأ. إذا المساعد الثاني وضع الحكم في مأزق لأنه رآها. لكن علي حصني وركلة جزاء، حصني الله، أي حظ هذا! القائم يحرم الميناء، يحرم حصني، يحرم كل السفانة من هدف أول كاد أن يأتي في الدقيقة 18، ولكن القائم حرم علي حصني من ذلك. كرة عالية مشاهدينا داخل منطقة الجزاء، تبعد، وصلت لمصلحة الميناء. حيدر ساري، حسين، محاولة علي حصني ولكن الكرة تبعد. لكن خلونا نتفق بأن بالفعل خطأ كان داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء صحيحة، لكن اتخاذها لم يكن صحيح. طريقة هي اتخذت وكان قرارا سليما ويحسب للمساعد. لكن شوف كرة علي حصني والتنفيذ، أرضية في الزاوية، ولكنها يا علي في القائم، في القائم. لا زالت المباراة